طبعا احنا اتكلمنا امبارح ازاي تقدر تعمل حذف لحسابك على الفيسبوك بشكل نهائي بعد تحديثات الفيسبوك الجديدة 2023. طبعا الفيديو ده هتلاقينا فيه علامة الاي وهسيبهولك في شاشة النهاية، وكمان هسيب لك رابط الفيديو في صندوق الوصف. طبعا الفيديو ده احنا شرحنا فيه ازاي تقدر تعمل حذف لحسابك بشكل نهائي، تمام. ولكن فيديو النهارده اتكلم فيه بقى ازاي تقدر تسترجع حسابك على الفيسبوك بعد ما عملت له حذف نهائي، بس اهم حاجه ما يكونش عدى عليه 30 يوم. يعني لو عدى 10 ايام هتقدر ترجعه، عدى 20 يوم هتقدر ترجعه، عدى 25 يوم هتقدر ترجعه، عدى 29 يوم هتقدر ترجعه. ولكن لو عدى 30 يوم تمام مش هتقدر تسترجع الحساب تاني، لانه هيكون تم حذفه بالفعل نهائيا. ولكن احنا نقدر نسترجعه دلوقتي. ليه؟ لاننا احنا في خلالة الجدولة اللي هي 30 يوم. قبل ما تخلص 30 يوم زي ما قلنا كده، لو 30 يوم خلصوا فحضرتك مش هتقدر تسترجعه خالص، لان هيكون تم حذفه فعليا، تمام. طيب الفيسبوك اللي احنا شرحناه في فيديو امبارح احنا عملنا له حذف، والنهارده هنبدأ نسترجعه تاني ونلغي الطلب الحذف بتاع الفيسبوك. كل اللي علينا مثلا ممكن اجي اضغط هنا اضافة حساب، هيبدأ يفتح لي هنا اللي انا اكتب بريد الكتروني وكلمة السر. سواء بقى انت تكتب بريد الكتروني او رقم هاتف مفيش مشكلة، وتبدأ تكتب كلمة السر، تمام. هبدأ اكتب البريد الالكتروني او كلمة السر او رقم الهاتف وكلمة السر. انا بالنسبة لي هكتب رقم الهاتف وكلمة السر، هكتبهم وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما كتبت رقم الهاتف اللي انا رابط بيه حسابي على الفيسبوك وكتبت كلمة السر، هقول تسجيل دخول. ممتاز جدا يا شباب. زي ما انتم شايفين كده بقول لك تمت جدولة حذف حسابك في 2/9/2023. طبعا احنا النهارده 3/8 تمام، والنهارده لو سيبنا الحساب هيتم حذفه في 2/9/2023، يعني يوم 2 في شهر 9، يعني الشهر الجاي ان شاء الله هيكون تم حذف الحساب نهائيا. ولكن احنا زي ما قلنا هنسترجعه تاني، تمام. هنا بقول لك اذا كنت تريد الغاء حذف حسابك او استرداد اي من العناصر المحتوى او المعلومات التي قمت باضافتها، يرجو النقر على الغاء الحذف. بخلاف ذلك ستبدأ الفيسبوك حذف حسابك خلال 30 من الايام، وبعد 2/9/2023 لن تتمكن من الوصول الى حساب او الى اي محتوى قمت باضافته. زي ما قلنا كده عدى 30 يوم مش هنقدر نفتحه، لكن لو عدى 29 يوم وفاضل لنا يوم نقدر نفتحه وندخل، وبعد كده نبدأ نجدوله تاني، هياخد معانا 30 يوم، تمام. كل اللي علينا عشان نلغي طلب الحذف هنضغط على كلمة الغاء للحذف. ممتاز جدا يا شباب. وكده احنا بالفعل قدرنا نرجع الفيسبوك بتاعنا ونعمل الغاء لطلب حذف الحساب الفيسبوك. وكده احنا شغلنا حسابنا الفيسبوك تاني بعد ما عملنا له حذف، بدأنا نلغي طلب الحذف، تمام. ونقدر نشتغل على الفيسبوك بتاعنا تاني مفيش اي مشكلة. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، فعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.